بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخواني وأخواتي، أتحدث الآن عن أمر، وهذا الأمر في غاية الأهمية للحصول على المدد الإلهي والبركات. الخلوة مع الله جربها الكثير من الصالحين، ورأوا من بركاتها ومن فتوحاتها ما الله به عليم، مما جعلهم يتمسكون بها ويستمرون عليها إلى أن يأتيهم الموت. من جرب هذا السر وذاق حلاوته وذاق طعمه وذاق نتائجه مستحيل أن يتركه إلا أن يشاء الله. هل تريدون أن تعلمون ما هو؟ إنه الدعاء بقلب خالص في مكان لا يراك فيه أحد ولا يسمعك به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الخلوة مع الله ليس شرطا أن تكون لها استعدادات وأن تكون لها تدابير صعبة. الخلوة مع الله سهلة جدا جدا، وإن أبواب الله مفتوحة، وإن الله هو الأكرم لا إله إلا هو، وهو أرحم الراحمين. وأنت في سيارتك ذاهب إلى عملك تستطيع أن تخلو مع الله وهي خلوة. اجعل 5 دقائق يوميا في سيارتك لمناجاة ربك، وأنت على فراشك قبل النوم، قبل أن تنام، مد يدك إلى السماء وناجي الله تعالى كأنك تكلمه. والسر في هذه الكلمة كأنك تكلمه. يوميا اقتطع من وقتك 5 دقائق أو 10 دقائق، وداوم على هذه الدعوات وهذا الافتقار وهذا التذلل للملك العزيز الجبار. ووالله إن من جربها رأى العجب العجاب، ورأى من البركات ما لا يخطر على بال، ومن التيسير والفتوحات والتوفيق ما يفوق الأمل والإدراك. إنها الخلوة مع الله ودعاء الله كأنك تكلمه. ورد في الحديث، حديث جبريل المعروف، قال: يا محمد ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك في الدعاء أن تدعو الله كأنك تكلمه سبحانه وتعالى، لأنه في الحقيقة أنت تكلمه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأقسم بالله إنه ليسمعنا، وإنه أقرب إلينا من حبل الوريد، وأقرب إلينا من أنفسنا، وإنه الأكرم، وإنه الأرحم، وإنه سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ، ولكنه جل جلاله يريدنا أن ننجح بالاختبار وأن نتجاوز ونقتحم